السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمله الجيبة، بطلون الجيبة الصك للكبار. هنعمله الجيبة دي. طيب، احنا هناخده دوران الوسط، طلع معانا 80، هنقسموها على 4 فيها 20. هناخده دوران أكبر حجم طلع 100، هنقسموها على 4 فيها 25. كده هنشوف الفرق بين أكبر حجم والوسط هيطلع ايه؟ 5 سم. هناخده 5 سنتي نقسموه على 2، هناخده 2.5 للبنسة، وهناخده 2.5 لإيه؟ تقسيمة الجنب. خلاص، يلا بينا نرسمه الباترون. احنا طبعا لما نيجي نرسم الباترون هنرسموه على أكبر حجم علشان ايه؟ الحاجة تبقى مظبوطة. يبقى احنا ايه؟ عندنا أكبر حجم 25. طبعا هنعمله الطول اللي احنا عايزينه زي ما يكون طبعا الطول بتاعنا. هنيجوا قلنا عندنا ايه؟ التقسيمة كام؟ 2.5. هناخده من هنا 2.5 اهو، وهننزله بيه 18 سنتي. التقسيمة هنا 2.5 ونزلنا بيه 18. هنيجي نعمل البنسة بقى. هنعمل البنسة هنخش كام؟ هنخش حوالي 9 سنتي، ونعمل البنسة 2.5، وهننزل من النص هنا كده 9 سنتي. يبقى دي 2.5، واحنا دخلنا 9 سنتي، ودي 2.5 ونزلنا 9 سنتي اهو. خلاص كده. طبعا عشان الوقت انا مجهزة بطلون اهو، وهنبدأ ايه؟ نقص الجيبة الصف. هنيجي نحط نتن القماش على 2 اهو، وهنحط البطلون الحرف على الحرف اهو ندبسه. هنيجي برضو نرسمه البطلون. هنيجي نقص. هنسيبه من تحت حوالي 3 سنتي 4 سنتي، علشان ايه؟ الطول معانا لغاية ما نظبطه الطول اللي احنا عايزينه. من الجنب هنسيب 2 سنتي 3 سنتي كده. من فوق هنسيب 1 سنتي. هي زي ما هي كده. هنيجي نعمله ايه؟ الخلف. بس في اختلاف في الخلف. الخلف طبعا هيبقى فيه سوستة ايه؟ هيبقى فيه سوستة من ورا. هيبقى فيه سوستة من ورا. طبعا هنفتحه القماش كده عشان ايه؟ هنعملها على المفتوح. هنسيب حوالي 4 سنتي، وهتيجي نحطه ايه؟ الجيبة من ايه؟ من الناحية المستقيمة دي. هنسيبه 3 4 سنتي كده عشان ايه؟ نركبه السوستة.
وهنيجي نقصه على ايه نفس المقاس. طبعا لما هنيجي نخيطه هنسيبه مسافة للسوستة 20 سنتي، ونبدأ نخيط الايه نخيط الفتحة السوستة اللي ورا. هنرسمها من الناحية التانية وارجع لكم تاني. احنا كده عملنا الأمامي وعملنا الخلفي. هنيجي الخلفي هنقفله من تحت السوستة اللي احنا علمنا عليها اهو. هنا بنستين اهو، بنسة اهو، بنسة شمال وبنسة يمين، هنقفلوهم برضه. هنقفل البنص اهو سريع. هقفل باقي البنص وارجع لكم تاني. كده عملنا الأمامي وعملنا الخلفي، قفلنا البنص. هنبدأ ايه نركب الأمامي مع الخلفي اه. نبدأ نركب الأمامي مع الخلفي. طبعا هنقفل منين؟ من الجناب. هقفل الجنب التاني وارجع لكم. كده خلصنا الجيبة الصف. فاضل برضو القمر، هنقيسه طبعا الدوران وهنعمله القمر، وهنتنه بقى الجيبة ايه من تحت على الطول اللي احنا عايزينه. يا رب يكون شرح كده عجبكم بسيط وبتفهموا مني، واللي شرحه عجبني كده يعمل لي لايك وشير، فرحوني كده وشجعوني عشان اعمل لكم موديلات كتير وبأبسط الطرق. ان شاء الله اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله بإذن الله.